الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن الحكيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين. اللهم انفعنا بها ما شرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفى بتلاوة أن الشيئات إنك مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من شهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تاويل على خير ما أنزلت أو تعجيل عند تلاوة أو كسل أو شيخ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إسهال بغير بيان فاكتمه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وسقنا فضل من قرأه مهديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبساطة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلال والطغيان ونبعنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من حساب القبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن أكل الديدان وبين وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدام الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان. اللهم انفع القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحساننا وذهاب خمومنا وخائدنا وشرائحنا إلى الجنة الناعم. اللهم اجعل أنيسنا في البهسة ومساهبنا في المحدة ومصباحنا في السلمة ودليلنا في الحيرة ومنقسنا في الفتنة وعظمنا من الشيخ والأهواء وكيد الأعداء يا أرحم يا رحيم. اللهم اختم بالسعادة أجالنا وأحقق بالسيادة أمالنا واقرن بالعافية خدونا وأسالنا واجعل إلى رحمتك مشرنا ومعاننا واسلب سجال حفرك على صنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم باجعل تفاوق سادنا والسقة بك سخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا والشاهدين المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين محمد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سيدي الله وبخليل إبراهيم الله وبكلمك موسى خالد الخليل وبسعيد وإسماعيل الله